في فبراير سنة 51 في طبيب معالج في أمريكا أخد خلايا من مريضة بدون علمها. استخدمت الخلايا دي على نطاق واسع في البحث العلمي، وتقريبا مفيش حد عايش على الأرض دلوقتي ما استفادش منها. ولغاية النهاردة أحفاد المريضة دي في نزاع قضائي مع شركات أدوية بسبب الخلايا دي. النهاردة هنحكي لكم قصتها. أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. معاكم رضوى شرف، ورضوى عويشة. دكاترة في كلية صيدلة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة المريضة اللي خلاياها غيرت العالم. الحقيقة في الأربعينات والخمسينات العلماء لما كانوا بيعملوا التجارب بتاعتهم اكتشفوا إن هم ساعات بيحتاجوا يكرروا التجربة ويعيدوها مرة تانية علشان يتأكدوا من النتائج اللي وصلوا لها المرة الأولانية. وعلشان حد يكرر التجربة لازم يبقى عنده خلايا متطابقة يقدر يعيد عليها نفس الظروف اللي عملها في التجربة الأولانية علشان يتأكد من النتائج. وبالتالي اكتشف العلماء إن هم محتاجين مصدر لخلايا بتنقسم باستمرار طول الوقت وبتنتج خلايا متطابقة يقدروا يعيدوا عليها التجارب بتاعتهم. بس الموضوع ده كان صعب جدا لأن بكل بساطة ما كانش فيه مصدر لخلايا بتنقسم طول الوقت. أي خلايا العلماء بيحاولوا إن هم يكبروها في المعمل كانت بتفضل تنقسم لمدة أيام قليلة قوي، وبعدها الخلايا بتموت مهما حاولوا يظبطوا الظروف والبيئة اللي موجودة الخلايا فيها. الكلام ده فضل مستمر لغاية ما جه باحث اسمه جورج جاي. ده كان أول باحث يقدر يوصل لمصدر خلايا بتنقسم على طول، ودي كانت حاجة غريبة جدا. خلايا غير عادية بتتكاثر بمعدل مرتفع وتفضل حية لفترة طويلة. طب هو جاب بقى الخلايا دي منين؟ هو الحقيقة إن جورج جاي جاب الخلايا من مريضة. هو كان لما بيجيله مرضى سرطان في المستشفى اللي هو فيها، كان بياخد منهم عينة ويحاول يجربها في المعمل ويشوف تقدر تنقسم معاه قد إيه. بس الحقيقة إن معظم الخلايا اللي كان بيجربها أو تقريبا كلها كانت بتعيش أيام وبعد كده بتموت. هو الحقيقة هم كانوا بياخدوا الخلايا من مرضى السرطان بسبب إن طبيعة الخلايا السرطانية بتكون بتنقسم بدون توقف. بالتالي هي ده حاجة مميزة في السرطان إن الخلايا بتنقسم على طول. بس حتى الخلايا دي لما كان بياخدها في المعمل ويحاول إن هو يخليها تنقسم، بعد كام يوم كانت بتموت برضه، لغاية لما خد خلايا من واحدة مريضة اسمها هنرياتا لاكس. خد الخلايا دي منها ولقى فيها حاجة غريبة جدا، إن هي معدل تكاثرها غير طبيعي. كان معدل مرتفع جدا وكانت بتفضل حية لفترة طويلة. طب مين هي هنرياتا لاكس؟ هنرياتا لاكس كانت مريضة عندها 31 سنة، متزوجة وعندها 5 أطفال. حست بألم في بطنها وراحت لمستشفى علشان يشخصوا إيه المشكلة اللي موجودة عندها. المريضة دي كانت من أصول أفريقية، وللأسف سنة 51 كانت في مستشفيات قليلة قوي اللي بتخدم المرضى اللي من أصول أفريقية، من ضمنهم مستشفى اسمها جونز هوبكنز في مدينة بالتيمور، ماريلاند في أمريكا. ولما راحت المستشفى شخصوا إن هي عندها سرطان في عنق الرحم، معناها إن الخلايا اللي في عنق الرحم بتاعتها بتنقسم بدون سيطرة. الحقيقة إنه المرضى اللي هم أصحاب البشرة السمراء أو اللي من أصول أفريقية في أمريكا كانوا بيعانوا من عنصرية شديدة جدا جدا ضدهم. كانوا عادة أحوال حياتهم فقيرة جدا، وعلى قدهم جدا في التعليم وفي المستشفيات المتاحة ليهم، العلاج المتاح ليهم. فهي اضطرت إن هي تسافر مدينة تانية عشان تلاقي مستشفى تقدر تعالجها، لأن المستشفيات كانت بتكتب إن هي مش بتعالج الناس السمراء، مش بتعالج الناس اللي من أصول أفريقية. فدي كانت المستشفى الوحيدة اللي رضيت أصلا إنها تعالجها. وهي كمان بعد ما اتشخصت بمدة صغيرة جدا اتوفت بسرطان عنق الرحم بعد ما خلفت ابنها الخامس ب3 شهور ونص أو مدة بسيطة جدا، وهي بس عندها 31 سنة. وفي فبراير سنة 51 وهي في المستشفى، الدكاترة خدوا منها عينتين: عينة من الجزء اللي فيه ورم، الجزء اللي فيه سرطان، وعينة من عنق الرحم برضو بس في نسيج كان ما فيهوش سرطان. واللي حصل إنه الجزء اللي فيه النسيج اللي فيه سرطان
اتاخد واتوزع بعد كده لأماكن كتيرة جدا في العالم، لأن هي دي الخلايا اللي جورج جاي اكتشف إنها بتنقسم بدون توقف. فبالتالي بعد كده في شركات كتير وأماكن بحثية كتير احتاجت الخلايا دي وتوزع عليها الخلايا دي، وصلت لها الخلايا وبدأوا يستخدموها فعلا في الأبحاث. المشكلة إن هم محدش قال لهنرياتا لاكس إن إحنا هناخد منك خلايا، ومحدش خد موافقتها، وهي وأسرتها وذريتها لمدة طويلة جدا ما كانش عندهم أي علم إن الخلايا بتاعتها وصلت لفين. والخلايا دي فعلا انتشرت في أماكن كتيرة جدا، لدرجة إن صعب دلوقتي نلاقي أي حد اشتغل في مجال البحث العلمي وما جربش يعمل تجارب على خلايا الهيلا سيلز. حتى أنا ورضوى في يوم من الأيام وإحنا بنعمل التجارب بتاعتنا أكيد اشتغلنا بالهيلا سيلز. هي خلايا بتتكبر في بيئة مناسبة، لازم يتاح ليها وسط يبقى فيه عناصر غذائية ودرجة حرارة معينة ورطوبة معينة، لكن لو وفرنا لها الظروف دي بتنقسم بسرعة جدا جدا. طب ايه الحاجة المميزة اللي موجودة في الخلايا دي اللي بيساعدها ان هي تنقسم بسرعة؟ لغاية النهاردة طبعا احنا مش فاهمين بالظبط، ولكن من ضمن الأسباب المهمة إن الخلايا دي مصابة بنوع فيروس بيعطل الفرامل. يعني إيه بيعطل الفرامل؟ إحنا أي خلية وهي بتنقسم خلينا نفكر فيها كده زي عربية ماشية في الشارع. العربية دي لو إحنا دوسنا بنزين هتنقسم بسرعة قوي، لو حطينا فرامل أو دوسنا فرامل هيقف الانقسام بتاعها. فالخلية دي مصابة بفيروس اسمه ال HPV، فيروس الورم الحليمي البشري. والفيروس ده بيعطل الفرامل بحيث الخلايا تقدر تنقسم بسرعة جامد قوي 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 من غير أي سيطرة. اكتشاف ان الفيروس دوت فعلا بيعطل الفرامل بتاعت الخلية، بالذات خلايا عنق الرحم ويؤدي إلى سرطان هناك، كان اكتشاف العلماء أخدوا عليه جائزة نوبل سنة 76. الخلايا دي اتسمت هيلا على اسم هنرياتا لاكس، يعني خدوا أول حرفين من اسمها الأول هنرياتا خدوا اتش اي أو هي، ومن الاسم الأخير لاكس خدوا ال اي لا، فسموها هيلا. والفترة طويلة جدا كانت بس معروفة هيلا، ومحدش عارف هيلا دي ايه أو متاخدة من مين أو مين المريضة أو المريض اللي اتاخدت منه. فبعد كده العلماء بدأوا يستخدموا خلايا هيلا على نطاق موسع جدا عشان نتخيل كمية الحاجات المهمة جدا اللي العلماء وصلوا لها بسبب خلايا هيلا. خلينا ناخد مع بعض شوية أمثلة. في الخمسينيات كان مرض شلل الأطفال عامل وباء، كان منتشر جدا وناس كتير قوي بيجي لها شلل الأطفال. وده كان الوقت اللي العالم اسمه جونس ساك كان بيشتغل على تطعيم أو لقاح شلل الأطفال. وسنة 54 هو استخدم خلايا هيلا عشان يقدر يطور اللقاح بتاع شلل الأطفال. هو استخدمها ازاي؟ زي ما كنا بنتكلم، العلماء بيحتاجوا خلايا عشان يزرعوا فيها الفيروسات أو يجربوا فيها التجارب بتاعتهم. فهو لما حط الفيروس بتاع شلل الأطفال في خلايا هيلا، هي نمته بسهولة جدا، وهي بتقدر تنمو في المعمل في الفلاسكات والحاجات دي بسهولة جدا ولمدة طويلة. فبالتالي قدر إن هو يطور بيها تطعيم شلل الأطفال اللي لغاية دلوقتي ناس كتير قوي بتاخده وأطفال كتير في العالم بتاخده، وهو سبب إن خلاص ما بقاش مشكلة شلل الأطفال زي زمان، والناس مش محتاجة إنها تقلق إن ولادها هيجيلها شلل الأطفال. غير التطعيم بتاع شلل الأطفال، في أمراض فيروسية وأمراض معدية كتير جدا اتدرست في خلايا هيلا، من ضمنها مثلا الحصبة والغدة النكافية وفيروس ال HIV اللي بيعمل مرض الإيدز، وفيروس الإيبولا وفيروس ال HPV اللي هو فيروس الورم الحليمي البشري. وكمان اللقاح اللي عملوه العلماء عشان يمنع سرطان عنق الرحم عن طريق انه يمنع الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري. فده طبعا بما ان الخلايا دي كانت اصلا هي خلايا سرطان عنق الرحم، العلماء قدروا يفهموا فيها الفيروس ده بيشتغل ازاي، ويطوروا كمان لقاح ضد الفيروس ده. من ضمن الأمراض هو كمان الأمراض السرطانية، بما إن دي خلايا سرطانية وبتنمو في المعمل لمدة طويلة، ففي أبحاث كتيرة جدا جدا اتعملت عن السرطان في الخلايا دي.
في اكتشاف تاني مهم جدا قدروا العلماء يوصلوا له بسبب خلايا هيلا. اكتشاف يعني ممكن نعتبر ان هو اساسي قوي، او ان حاجة يعني دلوقتي احنا كلنا واخدينها ان احنا عارفينها يعني او مسلم بيها. هو عدد الكروموسومات اللي موجودة في الخلايا البشرية. الحقيقة ان الخلايا البشرية احنا عندنا 23 زوج من الكروموسومات. الكروموسومات هي الأجسام اللي فيها الحمض النووي بتاع الإنسان. فإحنا كلنا عندنا 23 زوج من الكروموسومات، بناخد 23 من الأب و23 من الأم، فبيبقى الإجمالي 46. فالعلماء كانوا في فترة فاكرينهم إن عددهم 24، بس جوه خلايا هيلا اكتشف العلماء إن العدد هو كان بالظبط إن هو 23 زوج. والحاجة العجيبة جدا إن خلايا هيلا دي نفسها عندها من 76 ل 80 كروموسوم، وده يدل قد إيه الخلايا دي عندها مشاكل كبيرة في الحمض النووي بسبب السرطان اللي هي بتعاني منه الخلايا دي. الخلايا بتاعت هيلا هي كمان أول خلايا بشرية يتم استنساخها في المعمل. ده طبعا حاجة، الاستنساخ ده يعني علماء كتير اتكلموا عنه واشتغلوا عليه. فكون إن أول عملية استنساخ حصلت في الخلايا بتاعت هيلا ده برضو حاجة تانية مشهورة جدا حصلت، وناس كتير ما تعرفش إنها جاية من المريضة دي اللي هي هنرياتا لاكس. خلايا هيلا في الستينيات اتبعتت للفضاء. يعني كان السوفييت كانوا بيبعتوا أقمار صناعية ويبعتوا يعني مهمات للفضاء، فمن ضمنها إن هم كانوا بيحاولوا يدرسوا التأثير على المدى البعيد على الخلايا البشرية لما تكون موجودة في الفضاء. فبعتوا خلايا من الخلايا الهيلة للفضاء، واكتشفوا إن هي بسبب إن الجاذبية بتكون صفر، إن المعدل بتاع الخلايا دي وانقسامها بيكون أسرع كمان في الفضاء عما بيكون على الأرض. في على الأقل 11 ألف براءة اختراع مبنية على خلايا هيلا. احنا نقدر نتخيل عدد براءات الاختراع يعني أكتر من 11 ألف بكتير. ده ممكن يدينا تصور عن عدد الأوراق العلمية أو النشر العلمي، كمية النشر العلمي اللي مبني على خلايا هيلا. بعد نجاح خلايا هيلا في الانقسام بشكل مستمر في المعمل بدون توقف، العلماء بدأوا إن هم يعزلوا خلايا تانية ويقدروا إن هم ينموها هي كمان في المعمل بدون توقف. واكتشف العلماء مؤخرا إن كتير من الخلايا التانية الموجودة في المعامل عند علماء كتير ومعامل كتير ومؤسسات بحثية كتير، إن حوالي من 10 ل 20% من الخلايا التانية دي حصل فيها تلويث بخلايا هيلا، بسبب إن خلايا هيلا دي من الخلايا اللي عندها مثابرة كده وموجودة ومنتشرة وبتنقسم ومش بتموت بسهولة. فلقوا إن هي بتبدأ إن هي تتسلل لعينات تانية من خلايا تانية وتلوثها، لدرجة إن 10 ل 20% من الخلايا التانية الموجودة في المعمل ملوثة بخلايا هيلا. فنقدر نتخيل مدى الانتشار الموسع لخلايا هيلا في البحث العلمي وفي المؤسسات البحثية وفي المعامل البحثية. ورغم كل الانتشار والنجاح اللي لقيته خلايا هيلا في مجال البحث العلمي، إلا إن أفراد أسرة هنرياتا لاكس المريضة اللي أخدوا منها المصدر بتاع خلايا هيلا ما كانوش يعرفوا وما كانوش على علم خالص إن جدتهم اتاخد منها خلايا، أو إن الخلايا بتاعتها انتشرت كده واستخدمت في نطاقات واسعة جدا. لأن بكل بساطة هم كانوا من طبقة بسيطة، حالتهم الاجتماعية بسيطة، ومحدش منهم كان بيشتغل في مجال البحث العلمي. وفوجئت العيلة في أوائل السبعينات إن في بعض العلماء جايين لهم بيطلبوا مساعدتهم. طب كانوا عايزين مساعدتهم في إيه؟ زي ما رضوى كانت بتقول دلوقتي، كتير من سلالات الخلايا الأخرى بقت ملوثة بخلايا هيلا، والعلماء كانوا عايزين يدوروا على طريقة يميزوا فيها ما بين الخلايا اللي مصدرها هيلا أو هنرياتا لاكس والخلايا الأخرى. وبالتالي راحوا للعيلة علشان يطلبوا منهم إن هم ياخدوا عينات دم يستخدموها علشان يصنعوا طرق نتعرف بيها على جينات العيلة، علشان نميز ما بين خلايا هيلا والخلايا من مصادر أخرى. والعيلة اتفاجئت جدا، هم العلماء دول جايين يطلبوا مننا عينات دم ليه؟ فالعلماء
اتكلموا بصراحة إن إحنا عايزين نعرف مصدر الخلايا اللي عندنا هيلة ولا لأ. ساعتها العيلة اتفاجئت، إيه ده؟ هي الجدة بتاعتنا اتاخد منها خلايا لما كانت مريضة في مستشفى جونز هوبكنز؟ العلماء قالوا أيوة، ده فعلا حصل. ومن هنا العيلة اكتشفت إن جدتهم كانت مصدر خلايا دلوقتي مستخدمة على نطاق واسع جدا في مستشفيات وشركات في أمريكا وبره أمريكا في دول العالم كلها. وكتير من الشركات دي تربحت من الخلايا ديت، لأن هي كانت بتنتج الخلايا دي وتخليها تتكاثر، وبعدين تبيع عينات من الخلايا دي لشركات وجامعات مختلفة. وكان في صحفية اسمها ريبيكا سكلوت كانت حابة إن هي تتكلم عن قصة هنرياتا لاكس، وفعلا نشرت كتاب اسمه الحياة الخالدة لهنرياتا لاكس، The Immortal Life of Henrietta Lacks. اتنشر في 2010، والكتاب لقى نجاح كبير جدا وكسب جوائز كتيرة، لدرجة إن القصة بتاعت هنرياتا لاكس اتصورت في فيلم من كتر اهتمام الناس بقضية المريضة اللي اتاخد منها عينة من غير ما هي كانت تعرف. ومؤخرا في 2021 عائلة هنرياتا لاكس قررت إن هي ترفع قضية على إحدى الشركات اللي تربحت بنسبة كبيرة جدا من خلايا هيلا، شركة اسمها ثيرمو فيشر. الشركة دي منتشرة ومشهورة قوي في مجال البحث العلمي، وكسبت مليارات الدولارات من بيع خلايا هيلا. وفعلا القضية فضلت مستمرة فترة طويلة، ولكن في أوائل أغسطس 2023 عيلة هنرياتا لاكس وشركة ثيرمو فيشر توصلوا لاتفاق ما أعلنوش عن تفاصيله، بس غالبا كان في تعويض مادي لعيلة هنرياتا لاكس بسبب الأرباح اللي الشركة أخدتها من غير ما تشرك عيلة هنرياتا لاكس فيها. ولكن الطريف في الموضوع إن على طول بعد ما وصلوا لاتفاق مع شركة ثيرمو فيشر، بعدها بكام يوم العيلة دي، عيلة هنرياتا لاكس، رفعوا قضية تانية على شركة تانية برضو تربحت من الخلية بتاعتها. وده يديكوا فكرة عن كمية المليارات من الدولارات اللي شركات كتيرة قوي، مش بس شركة ثيرمو فيشر ولا حتى الشركة التانية فقط اللي هم رفعوا عليها قضية تربحوا بسببها، ولكن في شركات كتيرة قوي. فغالبا احنا كده لما بنبص في المستقبل نتوقع ان العيلة دي هتبدأ تاخد الشركات دول واحدة ورا التانية علشان تقضيهم وتاخد حقها منهم. الحقيقة إن أنا وأنا بعمل الدكتوراه كنا بنشتري خلايا هيلا، أو اللايسيت بتاع الخلايا هيلا من شركة ثيرمو فيشر بآلاف وآلاف من الدولارات. كان فعلا غالي جدا جدا، هما بيبيعوا منه كمية كبيرة جدا لمعامل كتير في أمريكا ومعامل كتير حوالين العالم. فكون إن العيلة نفسها ما استفادتش أي حاجة خالص، رغم إن الخلايا اتاخدت من جدتهم بدون موافقتها وبدون علمها، والعيلة نفسها يعني بتعاني من مشاكل مادية، وحتى يعني العلاج مثلا مش متاح ليهم زي ما متاح لعائلات تانية كتير في أمريكا. فده يدل على كمية يعني عدم المساواة اللي العيلة دي حست بيها، أو الظلم اللي هم حسوا بيه في نظام. للأسف الشديد في عنصرية، على الأقل تاريخيا كان في عنصرية كبيرة جدا، ودلوقتي بدأ جزء كبير منه يتصلح. طبعا مشكلة هنرياتا لاكس سلطت الضوء على أنواع من المشاكل والمواضيع اللي هي أثارت الجدل، وبقت مواضيع تناقش كتير في المجتمعات العلمية في الغرب وفي أمريكا خصوصا. أول حاجة مثلا هي الموافقة الواعية، أو ال informed consent. هو الحقيقة إن دلوقتي الدنيا اتغيرت جدا في الغرب، ما بقاش حد بياخد من مريض خلايا أو أي جزء من نسيج أو أي جزء من عينات أو أي جزء منه بدون ما يقول للمريض وياخد موافقته. ومش بس موافقة، لازم تكون موافقة واعية. يعني إيه موافقة واعية؟ يعني لازم يكون شارح له كل حاجة، ما يبقاش بس بيقول له كلمتين كده عشان هو معلوماته العلمية على قدها فيقنعه وخلاص. لا، لازم يكون مطلوب من الباحث أو من الطبيب اللي هياخد العينة إن هو يشرح كل أبعاد الموضوع للمريض، والمريض في الآخر هو اللي يرجع له القرار إن إذا كان موافق يدي العينات دي أو مش موافق إن هو يدي العينات. فلازم تكون في نقطة الموافقة دي مهمة جدا. في نقطة تانية مهمة تخص خصوصية أفراد العيلة دي. يعني
أي حد وهو بيشتغل بخلايا الهيلة يقدر إن هو يعمل الخلايا دي sequencing، يعني يعرف ترتيب حروف الحمض النووي اللي موجود في الخلايا. وبالفعل علماء كثيرة جدا قدروا إن هم يتوصلوا لترتيب حروف الحمض النووي. طب ده ليه مهم؟ لأن إحنا لو عرفنا ترتيب حروف الحمض النووي نقدر نتنبأ الشخص اللي الحمض النووي ده بتاعه أو أحفاده أو أولاده عندهم قابلية إن يجيلهم أمراض وراثية معينة ولا لأ. فطبيعي لو أنا حفيدة الست دي مش هبقى عايزة حد يعرف أنا فرصة إصابتي بأمراض وراثية نسبتها قد إيه. ممكن يكون بالنسبة لي مش فارق، بس طبعا لازم الناس يجوا ياخدوا رأيي. وفي حالة عيلة هنرياتا لاكس محدش أخد رأيهم. يعني في الثمانينات التقارير الطبية بتاعت عيلة هنرياتا لاكس اتنشرت من غير علم العيلة، وطبعا بدون موافقتهم. هم أصلا ما كانوش يعرفوا، هيوافقوا إزاي على حاجة ما كانوش يعرفوها. وفي أغسطس 2013 العيلة وصلت لاتفاق مع ال NIH. ال NIH هو المؤسسة في أمريكا اللي بتمول الأبحاث العلمية الطبية. فالعيلة وصلت لاتفاق مع ال NIH إن هم هيكون ليهم سيطرة على جزء من المعلومات الموجودة في ترتيب الحمض النووي بتاعهم، ما يبقاش كله متاح او اي جزء منه متاح. هم اللي لازم يتاخد موافقتهم في ايه اللي متاح وايه اللي مش متاح، على الاقل في جزء كبير اللي هو ممكن يأثر على العيلة. ودي نقطة مهمة، لانه دي حقوق يعني الخصوصية بتاعت العيلة دي. لانه ممكن حد مثلا يوافق، يعني ممكن حفيد من الاحفاد يوافق، بس الموافقة بتاعته دي بتأثر مش بس عليه هو، بتأثر على عيلته، بتأثر على ولاده، بتأثر على أحفاد تانيين لسه هيجوا. هو كل ده هيتأثر بالقرار بتاعه إذا كان المعلومات دي تبقى متاحة ولا مش متاحة. فبالتالي العيلة طبعا بعد سنين طويلة من الظلم ليهم، هم قدروا على الأقل خالص في الآخر إن هم يوصلوا لاتفاق يضمن جزء من الخصوصية دي. طبعا زي ما احنا اتكلمنا فوق، برضو الخلايا ديت استخدمت علشان أهداف تجارية ربحية بحتة لشركات أدوية تربحت بسبب الخلايا دي، رغم ان العيلة كانت فقيرة جدا وظروفهم كانت بسيطة جدا جدا. ومحدش في يوم من الأيام راح لهم يقول لهم انتوا من حقكم ان انتوا تاخدوا نسبة من الأرباح الشركات دي أخدتها بسبب خلايا الجدة اللي اتاخدت من غير موافقتها. يجوز يكون سبب من ضمن الأسباب إن العيلة ما أخدتش الأرباح اللي كانت تستحقها، إن هم أصولهم أفريقية، هم كانوا أصحاب البشرة السمراء في أمريكا في وقت كانوا ساعتها للأسف بيتعرضوا لاضطهاد ومعاملة غير عادلة بالنسبة للناس اللي من أصول أوروبية. ممكن ده يكون سبب من ضمن الأسباب اللي عشانها هنرياتا لاكس ما اتخدش رأيها هل هي موافقة ياخدوا عينات منها ولا لأ. ممكن ده يكون برضو سبب إن العيلة ما عرفتش أي حاجة وما أخدتش أي فلوس أو أي أرباح لفترة طويلة جدا. طبعا زي ما احنا قلنا دلوقتي بعد الاتفاق اللي وصلوا له من قريب هم بدأوا يجنوا شوية من ثمار الخلايا ديت، ولكن لو ما كانوش رفعوا القضية غالبا ما كانش في أي حاجة هتحصل. فطبعا مشكلة العنصرية هي مشكلة كبيرة جدا ليها تاريخ طويل في أمريكا. اللي عايش في أمريكا ممكن يحس قد إيه العيلة دي حست باضطهاد وظلم، وإن مفيش حد واقف في صفهم، أو هم ما يعرفوش حد في الوسط الطبي أو في الناس اللي ممكن تكون دكاترة أو معاهم درجات علمية. فبالتالي الموضوع ده من ضمن المواضيع اللي بدأت تتفتح تاني مع مشكلة هنرياتا لاكس، ومع الوعي اللي ظهر مؤخرا، وقد إيه حياة المريضة دي حياة إنسانة واحدة بس، والخلايا اللي اتاخدت منها أثرت بشكل كبير جدا وليها فضل على ناس كتير جدا جدا في العالم. كلنا استفدنا منها، مش بس احنا الناس اللي في البحث العلمي، لكن كمان الناس العادية اللي ولادها بتاخد تطعيمات أو اللي بتاخد أدوية أو اللي بتتعالج من أمراض. كلنا استفدنا من خلايا المريضة دي. لكن الأسرة بتاعتها للأسف عانت مدة طويلة، وبدأ مؤخرا إن هي فعلا تاخد جزء من الحقوق اللي المفروض كانت تاخدها الجدة والأسرة بتاعتها. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. المراجع اللي استخدمناها هتلاقوها مكتوبة في الوصف تحت. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب علشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا.
وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه تقدروا تتواصلوا معانا على فيسبوك وإنستجرام تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على الفيديو ده في يوتيوب. شكرا لوقتكم، ونشوفكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله.